النرجسي قد يتظاهر بالتغيير في العديد من الحالات والمواقف، ويمكن أن يكون الهدف من ذلك متنوعا ومختلفا. إليك بعض الأمثلة على متى النرجسي أن يتظاهر بالتغيير. أولا، لجذب الانتباه. يمكن للنرجسي أن يتظاهر بالتغيير لجذب الانتباه والثناء من الآخرين، حيث يرغب في أن يشاهد كشخص مختلف أو محسن للحصول على إعجاب الآخرين. ثانيا، لتجنب الانتقادات. يمكن للنرجسي أن يتظاهر بالتغيير لتجنب الانتقادات والمشاكل، حيث يرغب في الحصول على قبول الآخرين دون وجود صدامات أو توترات. ثالثا، لتحسين صورته الذاتية. قد يقوم النرجسي بالتظاهر بالتغيير لتحسين صورته الذاتية، حيث يرغب في أن يعتبر كشخص متفهم أو متغير إيجابيا في محاولة لتجنب الانتقادات أو النقد. رابعا، لتحقيق أهداف الشخصية. يمكن للنرجسي أن يتظاهر بالتغيير لتحقيق أهدافه الشخصية والمهنية، حيث يرى في ذلك وسيلة للنجاح والتفوق. خامسا، للتلاعب بالآخرين. قد يستخدم النرجسي التغيير كوسيلة للتلاعب بالآخرين، حيث يمكنه تحسين صورته الذاتية وتغيير سلوكه بشكل مؤقت لتحقيق أهدافه الشخصية. من المهم أن نفهم أن التظاهر بالتغيير يمكن أن يكون له دوافع متعددة، وقد يكون له تأثيرات إيجابية أو سلبية على العلاقات الشخصية والمهنية، ولذا يجب أن يتم التعامل مع هذا النوع من التصرفات بحذر وفهم للدوافع الحقيقية والنوايا.